السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض طبق محشي سهل وخفيف كده. محشي فلفل. تمام. حطينا بصلتين نحمرهم كده على البوتاجاز، بس متخليهمش يحمروا أو كده، يا دوب صفير بس كده. وبعد كده معانا طبعا القوطة حلوة، القوطة المبشورة معانا كده، قطيتين 3 مبشورين مع القوطة اللي احنا دي اللي فرميها، ومعانا الصلصة اللي احنا بنعملها. نحط كده خلاص حمرت، ونضيف عليها بسم الله الرحمن الرحيم الصلصة بتاعتنا هي اللي هي احنا عاملينها قبل كده. وبعد كده بنضيف عليها القوطة اللي احنا بشرينها، بتبقى حلوة البشر أكتر من العصر في المحشي، لما بتدبل مع البصل على النار فبتدي طعم ولون حلو جدا. وبعد كده بضيف القوطة بتاعتنا دي اللي احنا عصرينها بسم الله الرحمن الرحيم بالطريقة دي. تمام. ونضيف بعد كده التوابل بتاعتنا. نحط التوابل. أول حاجة طبعا نحط الملح بسم الله الرحمن الرحيم. الملح وشوية من الكزبرة يدي ريحة حلوة لخلطة المحشي، وشوية من الكمون، وشوية من الجنزبيل، وأحط عليها معلقة كبيرة من الخل. الخل بيدي نكهة حلوة جدا للمحشي، وبيفتح معاكي الرز بعد ما بتضيفيه الخلط. نسيبها تتسبك شوية كده. على ما بنحضر معانا طبعا الرز بتاعنا. نحضر الرز بتاعنا. تقريبا نحط لهم كوباية ونص من الرز، لأن ما بنعملهاش المحشي بتاعنا. كده هنضيف الرز كده السبيكت. شوية تاني من الكيس التاني. بتدي تشويحة معانا في النار كده. بيبقى حلوة فيه. مع طبعا ما تنسيش عندنا خضرة نضيفها فيها. وهنبتدي نحشي كده. شوف التحمير بتاع المحشي يبقى كده الأحمر يبقى حلو. السلطة لما انتي بتشربيها تبقى حلوة جدا. تمام كده هنحشي. هترصه في الحلة، ونقول كده بالهنا والشفا. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناة وتفعلي الجرس. يا ريت تشتركوا في القناة شوية أكتر من كده عشان القناة تكبر بيكم. تمام. عشان كل حاجة بعملها بحب أنزلها لكم. تمام. نقول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.